كان في طفل اسمه كريم عنده 8 سنين، عايش مع والدته لوحدهم في شقة صغيرة في حي هادئ. كريم كان دايما مختلف، مش بس ذكي لكن بيقول حاجات بتخوف. في مرة والدته كانت بتسأله: نفسك تبقى إيه لما تكبر يا كريم؟ رد عليها بهدوء وقال: أنا عارف أنا هبقى إيه، أنا شفت ده. قالها بنبرة هادية قوي كأن الموضوع عادي. قال لها إنه شاف حاجات وهو نايم، بس دي مش أحلام. ده بيوصف تفاصيل دقيقة جدا عن مستقبل ما حصلش لسه. كان بيحكي عن نفسه وهو عنده 32 سنة، سايق عربية سودة في طريق صحراوي وبيعيط. كان بيقول: أنا كنت لوحدي وسايب كل حاجة ورايا حتى ماما. ولما سألته أمه يعني إيه، قالها: أنا كنت في حادثة وكنت بموت. الأم طبعا اتصدمت، بس حاولت تهدي نفسها وتقول إنه بيتخيل. بس كريم كان واثق وكل يوم يزيد في التفاصيل. مرة قال إنه هيسيب الشغل في سن معين وهيشتغل شغل تاني بعيد عن مدينته، وهيسيب أصدقائه، وكل ده عشان يتفادى مصيره، لأنه شاف نفسه بيموت في نفس المشهد كل مرة. الغريب، بعد سنة جاله نوبات قلق حادة وبدأ يبقى عنيف ورافض يركب أي عربية سوداء. راحوا لدكاترة نفسيين، قالوا إنه ممكن بيتهيأ له أو عنده اضطراب ما. لكن الموضوع اتطور. في مرة رسم رسمة على الورق لشارع مظلم وجسمه واقع على الأرض ووشه عليه دم والعربية السوداء جنب الجثة. لما الأم شافت الرسمة وقعت من الصدمة، لأن اللبس اللي رسمه على الجثة هو نفس اللبس اللي كانت جايباه له في عيد ميلاده ولسه ما شافهوش. الموضوع بقى مرعب، مش مجرد كلام طفل، بقى فيه تفاصيل بتتحقق قدامهم. المفاجأة، كريم في يوم قال لمامته: أنا مش لوحدي، في حد دايما بيزورني في الحلم، بيقول لي أهرب وبيخليني أشوف الحاجات دي. ولما وصف الشخص كانت أوصافه مطابقة لحد مات في نفس السنة اللي كريم اتولد فيها. طفل تاني مات في حادث بنفس الطريقة اللي كريم شايفها. فهل كريم مش بس بيشوف مستقبله؟ هل ممكن يكون شايل ذكريات حد تاني؟ ولا هو شايف قدره وبيحاول يغيره؟ وإزاي طفل صغير يكون عنده الوعي ده؟ النهاردة كريم بقى عنده 11 سنة، ولسه بيشوف نفس الرؤية، ولسه بيرفض يلبس اللبس اللي شافه في الحلم، ولسه العربية السوداء مركونة قدام بيتهم وبيخاف يبص عليها. ولو الموضوع شدك لحد هنا، متنساش اللايك والاشتراك، لأن اللي جاي مرعب أكتر.